خالص مفيش اي مشكله. وكمان معايا كيلو من الريش. تمام. انا ال2 كيلو دول هعمل فيهم ايه؟ ده كيلو انتركوت وده كيلو من الريش. ليهم ايه بقى؟ ليهم 4 بصلات، انا هاخد ميتهم بس، وطماطميتين، وحته فلفل من الفلفل اللي هو الالوان الحلو، وقرن فلفل سبايسي، وربع كوبايه من الخل، وربع كوبايه من الليمون، ومعلقتين كاتشب كبار، ومعايا ملح، بابريكا، رشه جوز الطيب، رشه كبابه صيني، والفلفل الاسود طبعا. وهاخد معلقه من العسل النحل. تمام. ومعلقه صويا صوص، ومعلقه دبس رمان. الحاجات دي بتفرق جدا في طعم اللحمه، بتوديها في حته تانية خالص 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 خالص، زي الاتراك كده. ما شاء الله التتبيلات بتاعتهم بتبقى تحفه جدا. يلا نقول بسم الله. هنضرب كل مكوناتنا الحلوه دي مع بعض في الكبه بتاعتنا، ونرجع مع بعض تاني نشوف هنعمل ايه. خلاص ضربنا الخليط بتاعنا مع بعض ونعملناه على قد ما قدرنا اهو بالشكل ده. دول 4 بصلات صغننين خالص، وطماطميتين، وقرن فلفل سبايسي، وربع قرن فلفل حلو اللي هو الفلفل الالوان الاصفر. تمام. خلاص كده. هعمل ايه هنا بقى في التتبيله بتاعتي الجميله دي؟ عايزه اقول لكم الريحه تحفه. انا بس هاخد الملح علشان تديني اكتر نسبه ميه ليها اهو بالشكل ده، وهقلبها في بعض وهغطيها وهسيبها لمده ما تقلش عن 10 دقايق علشان تديني اكبر قدر من الميه بتاع البصل والطماطم الاتنين مع بعض.